هكذا غادر رابح ماجر ملعب نيلسون مانديلا بعد صافرة الاستهجان ضده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي الأعزاء. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوا تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. تعرض أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر أمس الثلاثاء خلال مباراة الجزائر وأثيوبيا إلى موقف سلبي من طرف الجماهير الجزائرية التي تواجدت بملعب نيلسون مانديلا. وما إن ظهر رابح ماجر على الشاشة العملاقة للملعب حتى بدأت الجماهير في التصفير ضده، وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها المدرب السابق للخوض، إذ إنه تعرض لموقف مماثل خلال المباراة الافتتاحية للشان الجزائري التي جمعت بين المنتخب الجزائري ونظيره الليبي. وغادر رابح ماجر مدرجات ملعب نيلسون مانديلا متأثرا وطأطأ رأسه رافضا الحديث إلى الصحافة أو الإدلاء بأي تصريح. وذكر مراسل إذاعة التونسية الذي كان حاضرا بالملعب أن ماجر غادر المدرجات باكيا، فيما نفت مصادر كانت متواجدة في الملعب لمنصة أوراس بكاء ماجر، وأكدت خروجه حزينا. وعبر نجوم الكرة المستديرة وشخصيات بارزة عن غضبهم مما تعرض له رابح ماجر الذي قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية. وفي هذا الصدد دعا مدرب المنتخب الوطني المحلي إلى عدم تكرار هذا الأمر بقوله: أطلب من الأنصار التحلي بالإيجابية وعدم نكران جميل أساطير كرة القدم الجزائرية. فيما عبر لاعب الخضر عبد الرحمن مزيان عن استنكاره لما تعرض له ماجر قائلا: حرام أن يتم التصفير على ماجر. ونشر الدولي الجزائري إسلام سليماني صورة لماجر وعلق عليها قائلا: الحقيقيون يعرفون أنك أسطورتنا، المزيد من الاحترام. شاركوني رأيكم فيما فعله الجمهور الجزائري على